المصريين دول صعبين قوي، لازم يسيبوا بصمتهم في كل حته بيكونوا فيها. تعالوا احكي لكم كل التفاصيل. انا كوتش طلعت، اخصائي تغذيه، وهشارككم تفاصيل يومي في اول يوم العيد. مستعدين؟ يلا بينا. صحيت اليوم من بدري جدا حوالي الساعه 5 عشان اجهز البيت واحضر هدايا العيد لبناتي. مفيش احلى من بهجه الهدايا اللي بتدخل السعاده في قلوبهم. وطبعا بدات يومي بكوبايه القهوه، كانت وحشاني جدا. شعور العيد فعليا ما بيبداش غير وانت بتلبس لبس العيد الجديد وبتجهز للخروج للمسجد. اتحركنا على المسجد وصلينا صلاه العيد وسط الاجواء الروحانيه الجميله. وفرحه العيد ما بتكملش غير بتجميعة الناس الحلوه. وزي كل سنه صحابي عزموني على الفطار عندهم في البيت. العيد مش بس اكل، هي قعده حلوه مع الصحاب. وبعد الفطار اتحركنا على ملاهي ستايلها الماني اسمها ترابس دريل. طبعا زي ما انتم عارفين جربت كل حاجه هناك. الشباب المصريين طبعا لازم يسيبوا بصمتهم، قعدوا يصيحوا على الراجل خلوه يشغل اللعبه مرتين، دي حاجه مستحيل تحصل هنا في المانيا. وبعد ما خلصنا على الملاهي، او هي الملاهي اللي خلصت علينا، رحنا على مطعم برجر رهيب اتعشينا هناك. طلبت واحد برجر خطير مع اضافه جبنه لايت وبيض، وكمان واحده سلطه حلومي خطير. وزي ما انتم عارفين ماليش في العيش قوي، طلبته من غير عيش. رجعت البيت كنت مقتول، بس شفت لي حلقه سريعه من المسلسل اللي بحبه، وبعديها نمت مقتول على الاقل 12 ساعه. ده كان يومي الاول في العيد. شاركوني في التعليقات ايه احلى حاجه بتحبوا تعملوها في العيد، ولو عجبكم الفلوج ما تنسوش تعملوا لي لايك وتتابعوني وتتعرفوا على حياتي اكتر كاخصائي تغذيه عايش في المانيا. عيد سعيد على الجميع.